السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده حلقة مختلفة جدا، لأن احنا ولا هنحكي حكاية ولا هنتكلم عن اجوان ولا هنتكلم عن اللعيبة، لأن البيه أخويا حداني وجايب لي أسئلة هيسألني فيها، وبصراحة أنا اللي محدد الفقرات ولكن هو اللي حاطط الأسئلة، ولو أنا خسران هاكل 3 كحكات على بق واحد. مش مقاطع عايزين فرنسي، خلي بالك، مش بعمل إعلان. بصراحة هو لو بيضيفور أنا هتنزل له عن التحدي من دلوقتي. تعالى يلا بينا نخش على أول فقرة معانا وهي فقرة أسئلة الصراحة. يلا بينا. من الهداف التاريخي بكأس العالم؟ الهداف التاريخي كأس العالم هو وكم هدف؟ لا انت بارد بقى. ماشي. الهداف التاريخي كاس العالم اولا هو كلوزر. كام هدف دي بقى؟ ممكن نجيبها للتقريب. فهو تقريبا جايب 14 جول. قربت. اعلى ولا اقل؟ أعلى. ممكن 17. قربت برضه. يبقى 16. تمام. يلا بينا. من اللاعب خلي بالك في وقت 30 ثانية، خلي بالكم في وقت 30 ثانية. ماشي يلا. من اللاعب الذي فاز بالبلندور 2005؟ 2005. 2005 كان رونالدينو. تمام. صح؟ تمام. كم لقب يملكه بايرن ميونخ في دوري الأبطال وآخر سنة فاز بيها قدام مين؟ بايرن ميونخ بيملك 6 دوري ابطال، واخر مره كان قصاد باريس سان جيرمان. تمام. الله ينور عليك. تمام. قبل هي دي الأسئلة انتقاله اللي انت جايبها؟ كمل. قبل انتقاله إلى توتنهام أين كان يلعب ريتشاردز؟ تشيلزون كان بيلعب في ليستر سيتي. لا. الفرقه الثانيه اللي انت لسه ايفرتون. تمام. 6. اذكر آخر مدرب حقق بطولة كأس العالم. سكالوني طبعا من الارجنتين. شكلك جايب اسئله مش هتاخد الكحك. جايب اسئله هبله. كمل. الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي. الان شيرر. تمام. مش محتاجه. يلا. كأس العالم 2018 مم. في الدورة الأربعة ايوه. كان مكونا من 4 فرق: فرنسا، كرواتيا، إنجلترا. ايوه. وكان في فرقة رابعة. فرنسا، كرواتيا، انجلترا. فرقة رابعة. 2018 كانت نسخة بلجيكا الجامدة دي، فهي بلجيكا الفرقة الرابعة. تمام. أنا فاكر. 9. قبل انتقالها إلى برشلونة أين كان يلعب رافينيا؟ ليدز يونايتد أكيد. ليدز يونايتد لما ماشي على ركبته، أنا فاكر ماشي على ركبته من أول الملعب لآخره. تمام. ما تنسيش أسئلة هبلة أنت جايبها من شات جي بي تي شكلك. كمل. 10. اسم الأول لاعب كيسي. كيسيه، فرانكي كيسيه. تمام. كان بيلعب في برشلونة وراح السعودية. كده الفقرة الأولى خلصت وأنا جبت 10 من 10 فيها. الفقرة الثانية وهي فقرة القنبلة. فقرة القنبلة. فهمكم فقرة القنبلة دي لأن أنا اللي محددها. فقرة القنبلة دي أنا همسك الإزازة دي أكنها قنبلة هتنفجر فيا. فهو هيقول لي 10 أسئلة في 30 ثانية والمفروض إن أنا أجاوبهم. فعلى الله. رقم 21 في الأهلي. عليه معلومة. لاعب بيلعب في مارسيليا. لوكمان. فاز بالبلندور 2018. مودريتش. مين سجل أسرع هدف تاريخي في دوري الأبطال؟ مالدينو قدام ليفربول. لاعب لعبها في الأهلي والزمالك. إمام عاشور. جنسيته سويسلاي. مجري. الهداف التاريخي للدوري الأسباني. ميسي. لاعب مسلم في ريال مدريد. روديجير. مدرب المغرب في كأس 2020. وليد الركراكي. كم لقب لمانشستر سيتي في دوري الأبطال؟ واحد بس. صح. 10 أسئلة من 10 وكده جبناهم في أقل من 30 ثانية. كده الفقرة الأولى والثانية خلصت وب 20 بونت ليا الحمد لله. هنخش للفقرة الثالثة وهي فقرة سورة اللعيب. سورة اللعيب. تمام. اللعيب ده بيلعب في الدوريات الخمسة الكبرى؟ تمام. اللعيب ده بيلعب في الدوري الأسباني؟ لا. طب الإنجليزي؟ اه. تمام. اللعيب ده في التوب 5 في الدوري الإنجليزي؟ لا. تمام. يبقى هو كده في 3 فرق: تشيلسي، أستون فيلا، نيوكاسل. اللعيب ده بيلعب في تشيلسي؟ لا. اللعيب ده بيلعب في نيوكاسل؟ لا. يبقى أستون فيلا. اللعيب ده كان بيلعب في اليونايتد قبل كده؟ يبقى اللعيب ده راشفورد. تمام. راشفورد. نخش تاني لعيب معانا. هات السؤال. اللعيب ده بيلعب في الدوريات الخمسة الكبرى؟ لا. تمام. يبقى هو كده السعودي، يا اما الامريكي يا اما هو بيلعب في الدوري عشان طبعا بيلعب في الدوري السعودي؟ لا. طب الامريكي؟ طب المصري؟ اه اكيد مصر. ماشي.
اللعيب ده بقى مصري؟ اه. حلو. اللعيب ده بيلعب في القطبين؟ اهلي زمالك؟ اه. اللعيب ده بيلعب في الاهلي؟ ايوه. طب اللعيب ده بيلعب في خطوط الهجوم؟ اه. اللعيب ده جناح؟ اه. هو مصري يبقى مش بن شرقي، يبقى اللعيب ده حسين الشحات. تمام. هو سهل. نخش على ثالث لاعب معانا، ادينا الصورة. اللعيب ده برضك بيلعب في الدوريات الخمسة الكبرى؟ لا. يبقى كده في السعودي؟ لا. طب الامريكي؟ اه. يبقى كده انتر ميامي. اه. طيب اللعيب ده بيلعب في عايز اطمن بس خطوط الهجوم؟ لا. يبقى كده ولا ميسي ولا سواريز. تمام، يبقى ولا قلبه يا ايه التاني اللي في نص الملعب؟ هو قلبه؟ لا. يبقى هو بوسكيتس. تمام. ماشي. دي كانت الحلقه النهارده، والحمد لله التحدي ولا سؤال غلط، ومش عشان انا جامد ولا حاجه، لان اخويا جايب اسئله سهله، مش عارف جايبها من شات جي بي تي تقريبا، فهم بيجيبوا اسئله سهله، فهو ده كان التحدي النهارده. عجبك اعمل لايك سبسكرايب، واكتب لنا في الكومنتات برضك الفكره دي عجبتكم ولا لا. تعالى كده، تعالى. وده اخويا. ااكلك التلات كحكات دلوقتي في بقك. خليهم تحدي تاني. طيب يبقى ما تتحداش اخوك الكبير وتعمل عليه فهمان، ماشي؟ لان انا جامد. دي ماشي؟ آخرتي. انا جامد. حاجه والله اكلك التلات كحكات. امشي يلا. كان معكم مروان ميزة، سلام.